السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مبروك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. بغيتكم الله يجازيكم بخير تحاولوا ما امكن تبارطاجيو هذا الفيديو لاقصى ما يمكن. بغيت هذا الفيديو هذا النداء هدايا يوصل لعاهل البلاد صاحب جلاله الملك محمد السادس باش يعطي الامر ديالو السامي لوزير التربيه الوطنيه للافراج عن الاجره ديالي اللي هي موقفه من شهر اكتوبر الى حد اليوم، وكذلك اعادتي الى العمل. القرار اللي هو قرار ديال التوقيف اللي هو قرار ظالم. المده القانونيه اللي هي المده القانونيه اللي كملت 6 شهور، بحال الان حنا داخلين في 7 شهور، باقي القرار ديال التوقيف والعواشر هذه والمنده واقفه. كنطلب ارجو واتوسل من صاحب الجلاله ان يعطي امره السامي لوزير التربيه الوطنيه انه يحل هذا المشكل هدايا ويفرج على الاجره ديالي باش نقدر على انني نفرح وليداتي في هذا العيد هدايا في هذه العواشر هذه. بركه يكفي ان ولادي ما دوزوش رمضان مزيان، ما عيدوش العيد الصغير مزيان. راه هي اسره هذه السيد الوزير بهذا القرار هذا اللي كتاخذ راه كتعرض واحد الاسره اللي كتكون من 7 ديال الافراد للجوع. على السيد الوزير للجوع راه ما يمكنش، لا يعقل انك بحرم الاستاذ من المنضه ديالو منذ شهر اكتوبر. راه هادشي ما كاينش، هادشي راه غير قانوني، غير قانوني نهائيا. داز المجلس التأديبي في شهر 2 خصك تاخذ القرار، ولكن باش تبقى من شهر 2 لحد الان وانتم عندكم القرار في الوزاره باقي ما تاخذتوش، فهذا يعتبر شطط في استعمال السلطه. وانا اناشد صاحب الجلاله باش يوقف هاد السلسله هذه ديال الشطط هذه. هذاك الشيء علاش الحمد لله عندنا ملكنا واحد اللي كي يمتاز بالانسانيه وبالحب ديالو للشعب ديالو. كنتمنى على ان صاحب الجلاله يوقف هذه المهزله هذه المهزله ديال توقيف رجل تعليم. عباد الله، رجل تعليم اللي عنده اسره وعنده مسؤوليه. والعيد هذه والعواشر كيفاش بغيتوني نفرح انا هاد الوليدات هذا؟ كيفاش بغيتوني انا نفرح الوليدات ديالي؟ علاش هاد الظلم هذايا؟ علاش هاد التعدي هذه؟ ما يمكنش، ماشي معقول. هادشي اللي كتعملوا رجال التعليم ماشي معقول. كل واحد اللي بغى يمارس العدوانيه ديالو والحق ديالو على رجال التعليم يتصرف في هذا التصرف هذايا. دوزوني المجلس التأديبي، خرجوا القرار ديال المجلس التأديبي، ماشي تبقاو نتوما 7 شهور وانا موقف والمنضب موقف. منين غنصرف انا على هاد الوليدات دابا؟ منين غنصرفهم؟ أناشد صاحب الجلالة الله يجازيكم بخير، وصلوا هذا الفيديو هذا. أناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره والله يطول لنا في عمره والله يشافيه على أنه يعطي الأمر ديالو السامي المطاع الوزير التربية الوطنية باش يحل هذا المشكل هذايا ويرفع يده على الأجرة ديالي. كما أناشده كذلك بما أن هذا الوزير هذايا وقف لي المنضة ديالي وما خلانيش نشري العيد لولادي. أناشد صاحب الجلالة باش يوفر لي أضحية العيد، لان هذا الوزير هذا غيتسبب في تشريد الاطفال ديالي وفي تشريد الاسره ديالي. هذا الوزير هذايا ما عنده علاقه لا بالتعليم لا والو. لو كان شخص اللي هو داز في التعليم قبل وشخص اللي هو عنده التجربه في التعليم كان غادي يعرف على ان الحرمان ديال الاجره ديال رجل التعليم هو بمثابه قطع الاعناق بمعنى الكلمه. وهذا الشيء اللي كيدير حشومه عليه ما خصوش يديروا، يطبق القانون. ولكن باش يبقى مخلي استاذ 7 شهور لا خدمه ديالو لا حتى شي حاجه لمجرد انه عبر على راي، هذا الشيء ما يمكنش في بلد القانون، ما يمكنش. الدستور كيضمن حريه ديال التعبير، كيضمن الدستور. الحمد لله والشكر لله اللي عندنا الملك ديالنا في البلاد. الحمد لله النظام الملكي هو ضامن الوحده وضامن العدل في البلاد هذايا. لو ما كانش كراد عباد الله ما عاد شنو داروا لينا. الحمد لله والشكر لله، خصكم تشكروه ربي على هذه النعمه هذه. ضامن الامن صمام الامان في المغرب هو النظام الملكي الله يطول لنا في عمره. وناشدك يا صاحب الجلاله باش تدخل تعطي الامر ديالك لهذا السيد هذايا، هذا الوزير هذايا وزير التعليم، باش انه يرفع يده على الاجره ديالي ونرجع للعمل ديالي. المده القانونيه انتهت، 6 شهور انتهت. الله يجازيكم بخير. بارطاجيو هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير. هذا الفيديو بارطاجيوه الأكثر ما يمكن. شكرا لكم وتحياتي لكم.